تعرفوا شنو كان ينجم يصير لو ابراهيم دياز سجل ضربة الجزاء؟ احنا قعدنا نفكروا كان كيفاش ضيعها. فكر شوي لو كان سجلها، شنية الكارثة اللي كانت باش تحصل في الملعب وخارج الملعب. واكبر خاسر فيها هي الدولة المغربية، ليس المنتخب المغربي، الدولة المغربية، لانه استحقاقات المغرب في الفترة القادمة اكبر بكثير من كأس افريقيا. صراحة أنا نقول لكم برافو للمسؤولين المغاربة اللي ضحوا بكأس أفريقيا وضحوا بالمنتخب المغربي من أجل استحقاقات المغرب في الفترة القادمة، وخاصة تنظيم كأس العالم. تعرفوا لو سجل إبراهيم دياز هذه باش تحصل حرب حقيقية داخل الملعب وخارج الملعب، ومش باش تكمل المباراة، ولن يتم تتويج المنتخب المغربي داخل الملعب وأمام أنظار رئيس الفيفا وكل الشخصيات اللي موجودة والصحافة العالمية. وسيتم عقاب المغرب عقاب شديد جدا جدا شديد، وحرمانها من تنظيم كأس العالم وكل العمل اللي عملته، وهذا تتمناه برشا ناس وخدمت عليه برشا ناس. ولكن برافو للمسؤولين المغاربة اللي فكروا مليح واختاروا وعملوا قرار ممتاز جدا، هو التضحية بكأس افريقيا وعدم تسجيل ضربة الجزاء والخروج من كأس افريقيا بنتائج كبيرة، وهي انهم خرجوا والرؤوس مرفوعة وحافظوا على استحقاقاتهم في الفترة القادمة بعد ما عملوا برشا حاجات اللي هي لصالح الكرة المغربية اولا ولصالح الدولة المغربية. صراحة لو سجلها ابراهيم دياز انا نقول باش تكون كارثه كبيره، ممكن تطيح ارواح في الملعب، ممكن تصير مشاكل في السنغال مع المغاربه في خارج الملعب.